النهارده هنتكلم عن 3 قلايات هوائية جامدين جدا: كينوت HFB 80، فيليبس HD 9270، وشارب KF 70. هنتكلم عن كل حاجة فيهم من التصميم والأداء والبرامج والعيوب، وفي الآخر هنقول أنهي واحدة تناسب احتياجاتك. بالنسبة للتصميم والأداء، كينوت تصميمها شيك وعصري بشاشة ديجيتال، ساعتها كبيرة 7 لتر، وقوتها 1800 واط. بتطلع الأكل مقرمش وحلو جدا سواء بطاطس أو فراخ أو حلويات. بس عيوبها صوتها عالي شوية لما بتشتغل، وتسخينها بياخد وقت أطول من قلايات تانية. أما بالنسبة لفيليبس، تصميم شيك جدا وحديث، ساعتها متوسطة 6.2 لتر، قوتها 2000 واط. بتشتغل بتقنية الريبد اي، وبتخلي الاكل صحي ومقرمش اكتر من قلايات تانية. العيوب: سعرها ممكن يكون اغلى شوية من قلايات تانية، وساعاتها بتكون صغيرة بالنسبة للعائلات الكبيرة. اما بالنسبة لشرب، تصميم عملي وبسيط من الستانلس ستيل، ساعتها كبيرة 7 لتر، وقوتها 1650 واط. برامجها قليلة شوية لكنها بتقدم نتائج ممتازة في القلي والشوي، لكن عيوبها عدد برامج اقل، وبتحتاج تحريك الاكل كل شوية بالايد. بالنسبة للبرامج، كينوت فيها 12 برنامج زي قلي البطاطس وعمل الكيك وتجفيف الفاكهه والتسخين، وميزه الميكس كريسبي اللي بتعمل الاكل المقرمش بسرعه. اما بالنسبه لفيليبس، فيها 7 برامج للقلي والشوي والكيك والخضار، وبتدعم تطبيق نتريو عشان الوصفات اللي بتيجي معاها. اما بالنسبه لشارب، فيها 8 برامج للقلي والشوي والبيتزا، وميزه شيك ريمبر عشان تفكرك بتحريك الاكل كل شويه. اما بالنسبه لاختبار الطهي، كينوت تجربه البطاطس طلعتها مقرمشه جدا بعد حوالي 25 دقيقه، وده وقت اطول شويه عن باقي القلايات. بالنسبه لفيليبس، طلعت البطاطس كانت جاهزه في 20 دقيقه بس، وبنسبه دهون اقل بكتير عن اي قلايه تانية. اما شارب، النتيجه كانت حلوه لكن كنا لازم نحرك الاكل كل شويه عشان الحراره تتوزع كويس. بالنسبه للتنظيف والصيانه، كينوت سعة الحله بتاعتها كبيره 7 لتر وغير لاصقه، بس ممكن تكون بتضايقك بسبب الحجم الكبير. اما بالنسبه لفيليبس، فهي سهله جدا في التنظيف، وامنه ان هي تخش غساله الاطباق، بالذات ان الجزئين دول بيتفكوا عن بعض وكل جزء بيكون لوحده. اما بالنسبه لشارب، الستانلس ستيل بيخلي تنظيفها سهل، بس بتحتاج ان انت معظم الاوقات تنظف اماكن معينه بايدك. بالنسبه للعيوب، كينوت صوتها عالي شويه، حجمها كبير ممكن تضايقك في التخزين، ومحتاجه دايما مساحه. تسخينها بياخد وقت اطول شويه عن باقي المنتجات. اما بالنسبه لفيليبس، عيوبها سعرها ممكن يكون غالي شويه عن معظم القلايات اللي موجوده حاليا، ومساحتها صغيره لو وملحقاتها مش كتير. بالنسبه لشارب، برامجها اقل من المنافسين، وبتحتاج تحريك الاكل بايدك كتير، وتصميمها بسيط مقارنه بالباقي. في النهايه، لو عايز قلايه برامجها كتير وساعتها كبيره تقدر تستفيد بالكينوت، هتناسبك. ولو بتحب السرعه والتكنولوجيا الحديثه، فيليبس هتكون هي الخيار الافضل ليك. لو عايز حاجه عمليه وبسيطه، فشارب هتكون اختيار ممتاز. كل الاليات دي متوفره عند مودي هاند، ممكن تزوروا المعارض او تطلبوها اونلاين عن طريق الموقع بتاعنا moodihand.com. شكرا لكم على المتابعه، واستنونا في الفيديو الجاي.